اوعى تقول الجو حر انا مش قادر اصوم وانا تعبان والكلام ده، لا. العمل الصالح في اليوم ده احب ربنا، ما فيش الاعمال احسن من الصيام. ده ربنا قال كل يعني كل عمل ابن ادم له الا الصيام فهو لي، ومن صام يوما في سبيل الله عارف بيحصل له ايه؟ ربنا بيبعد وشه عن النار 70 يوم. والعلماء قالوا 70 سنة. متخيل يوم زي ده في الجو الحر ده ربنا يجازيك بايه؟ وبعدين كل ما كان الجو حر كل ما كان الاجر اعلى. ده 9 ايام. فانا بسال واحد زميلي انت صايم؟ قال لي لا والله عندي عذر. ادي استغربت. فانا هو كبير عني شويه، ده عنده بتاع 25 سنه. قلت له معلش، اصل لو واحده قالت لي ماشي، اما انت ايه يعني؟ ايه اللي عندك بتاخد علاجات؟ قلت برضه حرام يا عم، ممكن يكون بياخد علاجات يعني. قال لي لا والله اصل الجو حر. قلت له انت تشتغل ولا لا؟ مش انت قاعد في البيت؟ قال لي اصل انا بطلع بروح اصلي وكده ما بقدرش اقف في الشمس، بتحر وممكن افطر، يا الا اقعد في البيت بقى ما اصليش، فالاحسن اصلي في جماعه ولا اصوم. كلامه بصراحه استفزني جدا. قلت له خلاص يا عم، حتى يوم عرفه برضه مش هتصومه؟ قال لي لا هحاول. فانا بصراحه بتضايق من كل حد اساله صايم يقول لي لا مش صايم اصل الجو حر اصل مش عارف ايه. اه هم مش فرض، بس انت مش ضامن هيعدي عليك تاني ولا لا. بس انت مش ضامن هيعدي عليك تاني ولا لا.